السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شكل بيت تاني موجود في استراليا. بحاول اصور لكم نماذج من اللي موجودة هنا. ندخل. دي اول اوضة، المفروض ان هي يعني مكتب او الأوضة اللي فيها الدخلة يعني. وبعدين ده الباب اللي بيودي على الجراج، وده التويلت. ده بتاع الضيوف، بيسموه باودر روم. وده اللي على اليمين ده الجراج، وده مكان كده تحت السلم بيكون زي ستورج روم مثلا، مخزن او حاجة. ده السلم بيودي على فوق. هنطلع فوق دلوقتي. ده الكيتشن. بيكون فيه البوتاجاز والفرن. وده مكان للتلاجة، وده مكان للغسالة. ده لاوندري روم اسمها. بيركبوا الغسالة هنا. الغسالة الناس بتجيبها معاها. في رف فوق عشان الغسيل، او في دولاب تحت للديترجنز ده الباب بتاع اللاوندري. وده الستير شكلها مش لطيف، بس يعني ده الريسبشن المفروض او الليفينج روم. هنطلع فوق. ده الدور اللي فوق. في 4 غرف. دي الأوضة الرئيسية ماستر بيدروم، ودول 3 أوض تانيين والحمام. هنشوف الأوضة الرئيسية الأول. بيكون دي مثلا مساحتها، فيها كولر وهيتر فوق. وده الدولاب بيلت ان، بيكون موجود. ده اسمه انسوت مفروض. وده تويلت، الحوض والشاور روم والتويلت. ده أول واحد. دي أوضة التانية، فيها بيلت ان روب. ودي الأوضة التالتة، فيها برضو دولاب هنا، وفيها شباك هنا، وفيها البلكونة دي تودي على الشارع. تشوف الفيو بتاع الشارع من هنا. في أوضة تانية هنا كمان، برضو عندها الدولاب، وده برضو الفيو بتاع الشارع من عندها. دي الأوضة الرابعة، وده الحمام اللي بيخدم ال3 أوض التانيين. شاور، وعنده كمان شكرا لكم. في جراج لما ننزل، هو مساحته باينة، مفيهوش حاجة غير دواليب وخلاص. شكرا.